السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي طلاب تانية ثانوي بكالوريا، معاكم مستر اسلام متولي مدرس التاريخ. عايز ادردش معاك عن مصر واحوال مصر وجمال مصر. اولا مصر، نبدأ الاول بالتاريخ الفرعوني، تاريخ مصر القديمة اللي انتهى مع العصر المتأخر في الأسرة الثلاثين، وهنا بنقول له مع السلامة يا عصر فرعوني. وأول العصر كان عندك الملك مينا موحد القطرين اللي وحد الشمال بالجنوب ولبس التاجين، والراجل بقى عندي سلطة مركزية، سلطة عليا تحكم البلاد. وانهارت الدولة في الآخر على يد ملوك ضعاف، انهارت الحضارة. وده يعلمنا ان الحضارة الفرعونية كانت حضارة قوية، وعملوا استثمار وعملوا موارد وعملوا كل الانجازات اللي انت تتخيلها في الفنون والعمارة والهندسة والفلك والطب والرياضة. بص يعني عملوا حضارة كبيرة، بس بسبب التهاون مع ناس ما عرفتش قيمة اللي هم عملوه الدنيا ضاعت. وده التاريخ اللي بيعلمهولنا انك انت ممكن ابوك يعمل ثروة كبيرة ويعمل فلوس كتيرة ويبني ويعمل، ويجي ولد فاشل ما عندوش مسؤولية يضيع كل الفلوس ويضيع كل حاجة، وتنهار النجاحات دي كلها على ايد واحد ضعيف. عشان كده انت لازم تكون قوي، عشان كده لازم تتعلم من التاريخ وتطبقه في حياتك. عارف انت الدولة بتاعتنا الفرعونية انهارت على الاحتلال الفارسي. الاحتلال الفارسي جالي ملك فارسي اسمه قمبيز، دخل مصر واحتلها، قعد فيها وخرب فيها شوية. طبعا ما هو جاي بقى عبادات غير العبادات وثقافة غير الثقافة، واحنا كنا شعب راقي، شعب نضيف. شعب المصري القديم كان شعب بيحب النظافة وبيحب التطورات وبيحب العلم، وكان شعب متدين وشعب صبور وشعب متسامح. انت جالك شوية رعاع من الصحراء دخلوا خربوا ونهبوا وعملوا. ثم جالك بعد الفرس طلعهم من مصر هم اليونان، الحضارة اليونانية على يد الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني. والإسكندر المقدوني هو أبوه اسمه فيليب الثاني. فيليب الثاني ده كان في مقدونيا وهم من مقدونيا، وده اللي وحد اليونان، وكان هدفه الأول اللي هو يغزو الفرس ويعمل إمبراطورية. بس للأسف مات، وكمل وراه الفتى المغوار الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر كان شاب في حدود العشرينات، عمل فتوحات وغزا الفرس في عقر دارهم وخد منهم مصر والشام ودخل مصر. كان حابب يعمل حضارة مشتركة بين اليونان ومصر وسماها الحضارة الهيلينستية. الحضارة الهيلينستية اللي هي يونانية مصرية. ومن هنا يا شباب نعرف ده الولد اللي أبوه رباه تربية صح. اسكندر الأكبر كان بيتربى على يد أرسطو، كان راجل فيلسوف وعالم ومقاتل. فعلا التربية هنا فرقت، حقق حلم أبوه. وانت ممكن تكون من نفس فصيلة الإسكندر، تحقق حلم أبوك وتكمل المشوار. ممكن يكون هو سابك في نص الطريق، ممكن يكون هو ما كملش الطريق، ممكن يكون الظروف عطلته وقفته، بس وفر لك الظروف انك توصل لهدفك. فانت عندك يا ريس طريق في البكالوريا يوصلك لحلمك، معاك في التاريخ 100 درجة بإيدك تستمتع وتعيش القصة. الإسكندر دخل مصر بس توفى، وما كانش فيه ورثة ليه. اتوزعت الانتصارات بتاعته والإمبراطورية اتقسمت، واللي خد مصر اللي احنا بنتكلم عليها هو بطليموس. بطليموس عمل دولة تسمى البطالمة، ودولة البطالمة انتهت آخر واحدة على يد كليوباترا. كليوباترا اللي هي انتهى الحكم بتاع البطالمة ومسك الإمبراطور الروماني هو أكتافيوس.
أكتافيوس ده إمبراطور قوي وبقت إمبراطورية رومانية. يبقى احنا قعدنا عملنا تاريخ يوناني كبير وليه آثار متبقية. الإسكندرية دي اللي عملها الإسكندر الأكبر وسميت على اسمه. ثم الحضارة الرومانية والإمبراطورية الرومانية كانت في مصر وأثرها موجودة. الحضارة الرومانية دخول المسيحية وحركة الرهبنة، كل ده كان في مصر أيام الرومان. والكنائس والحضارة الجميلة، الحضارة الرومانية المسيحية وانتشار المسيحية. وكان المصريين ليهم أثر كبير جدا جدا في انتشار الرهبنة في العالم وانتشار المسيحية، والرهبان كانوا موجودين والقساوسة كانوا متدينين جدا. ثم بعد كده انهيار الحضارة الرومانية بالفتح الإسلامي على يد سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كانت الفتوحات في عهد كبيرة، منها فتح مصر. فتح مصر كان اللي ماسك الإمبراطورية الرومانية كان واحد اسمه هرقل، واللي كان ماسك مصر كان المقوقس. فلما سيدنا عمرو بن العاص وصل لمصر، دخل من العريش، وصل للفرما، البلبيس، حصن نابليون، حاصر الروم في حصن بابليون، وربنا كرمنا وفتحنا حصن بابليون، زحف وراهم الإسكندرية وطلعهم لحد البحر، باي باي وروحوا. ومن هنا سيدنا عمرو بن العاص آمن المسيحيين على أموالهم وكنائسهم وأولادهم، ورجع البابا بنيامين إلى الكنيسة المصرية، لأن كان مضطهدين المسيحيين. كان في اختلاف في المذاهب ساعتها في مصر، الكنيسة المصرية والكنيسة الكاثوليكية. فمن هنا كان حدث صدام ما بينهم واضطهدوا المسيحيين المصريين. ولما دخل سيدنا عمرو بن العاص وعمل مدينة الفسطاط، بقت مصر دولة إسلامية، أو بنقول عليها ولاية إسلامية. خلافة الراشدة أو الخلفاء الراشدين، بعدها جت الدولة الأموية. بعد الدولة الأموية جالي الدولة العباسية في العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. في العصر العباسي الثاني جالي عصور ضعف، الولاة تطلعوا اللي هم يمسكوا الدول. زي بالظبط كان والي مصر بعتوه أحمد بن طولون. أحمد بن طولون تطلع اللي هو يستقل بدولة زي مصر، موقع جميل لها سلطة يعملها يأسس، فعمل دولة تسمى الطولونية. استقل عن الدولة العباسية خلاص، وقال لك أنا هعمل هنا دولة طولونية، ومنه جامع أحمد بن طولون، وعمل عاصمة لها مدينة القطائع. لما نيجي نتكلم على أحمد بن طولون، كانت دولة إسلامية مستقلة، ولكن بينتمي للخليفة العباسي، لأن أنت في مصر كانت دولة دايما الولاء كله للخليفة خليفة المسلمين. أحمد بن طولون مسك ابنه خماروي. بعديها ضعفت، انهارت، رجعت تاني للعباسيين. جالي واحد اسمه محمد بن طهق الإخشيد. محمد بن طهق الإخشيد أسس الدولة الإخشيدية، والدولة الإخشيدية انهارت على يد قافور الإخشيد. قافور الإخشيد انهارت عنده خلاص، وقفت على يد مين؟ جوهر الصقلي اللي عمل الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية كانت بتتأسس في المغرب، وحاولوا كذا مرة يخشوا مصر ما قدروش. جوهر الصقلي دخل مصر، هو اللي بنى القاهرة بنت عز الدين الفاطمي، وبنوا جامع الأزهر، وكان الفكر ساعتها فكر شيعي. والمعز لدين الله قعد في مصر وأسس الدولة الفاطمية، وكانت مقر الخلافة في القاهرة وفي مصر. اللي طلع الدولة الفاطمية وأسس دولة إسلامية أيضا هو الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي.
ورجع الفكر السني تاني. وبعد الدولة الأيوبية جاءت الدولة المملوكية، والدولة المملوكية انهارت على يد الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لما غلبت الدولة المملوكية في مصر بدأت على يد سليم الأول، رجعت مصر ولاية عثمانية، ومن هنا بقيت انت دولة تابعة للدولة العثمانية اللي هو خليفة المسلمين اللي هو السلطان العثماني. ضعفت الدولة العثمانية وأصبحت رجل أوروبا المريض، ودخلت في صراعات. وصل لك الحملة الفرنسية على مصر. لما وصلت الحملة الفرنسية على مصر وكان في محاولات عديدة من الملك لويس ال14 والملك لويس ال15 والملك لويس ال16 ونابليون بونابرت، والحملة قعدت 3 سنين وفشلت، وخرجت بقيادة المماليك اللي رجعوا تاني، وبقيادة العثمانيين وبقيادة الإنجليز. ولما اختلفوا مين يمسك الحكم بدأ الصراع بين المماليك والعثمانيين، وانجلترا مشيت وسابتهم. المماليك مسكوا الحكم تاني، بس شعب مصر لقى في ظلم فعمل ثورة الشعب، وعينه جت على واحد مهم اسمه محمد علي. محمد علي كان جاي مع الفرق العسكرية وكان قائد فرق الألبان. محمد علي أصلا من اليونان وكان شغال في التبغ، بعد كده التحق في الجيش، جه من الجيش العثماني بحملة تسمى الألبان، وصديقه اللي مات في الطريق بقى مع الأرناؤوط والألبان، وطلعوا الحملة الفرنسية. لما الشعب استنجد بيه، محمد علي بص للشعب وقال لهم أنا معاكم والفرقة العسكرية معاكم. استخدم الفرقة العسكرية لمطاردة المماليك، طارد المماليك لحد الصعيد. ولما محمد علي طاردهم بقى في نظرهم العادل الصالح. بعد كده قال لهم أنا مش عايز أمسك الحكم، هادوا خسروا باشا، نطلعه من السجن. ما هو كان والي عثماني واتحبس ما قدرش يدير البلاد، بس جنود الأرناؤوط قالوا لا، لو رجع هنقتله. قال لهم خلاص هاتوا الراجل الحاكم اللي بيحكم الإسكندرية اللي هو خورشيد باشا، هو راجل عثماني وبيحكم، أنا مش عايز أحكم. خورشيد باشا مسك، استعان بفرقة اسمها الدولاه، المجانين المتهورين خربوا ونهبوا في البلد، فرضوا الضرايب، الدنيا بقت صعبة أكتر. عملوا ثورة تاني مع الفرنسية. الحملة الفرنسية علمتنا الثورات وعلمتنا الدخول في الدواوين والسياسة. كان عندي زعماء وقادة، عمر مكرم، محمد السادات، أحمد المحروقي، الشيخ عبد الله الشرقاوي، كل دول كانوا قادة قدروا يولوا محمد علي. في دار المحكمة أعلنوا عزل خورشيد وتوليد محمد علي، وأصدر السلطان العثماني فرمان بتولية محمد علي على حكم مصر. ومحمد علي لما مسك حكم مصر لأن الموضوع هو فيه تبعية ولا إيه؟ لأن في دار المحكمة هو قالوا له كلمتين: امضي يا أبو علي على إيه؟ أن تحكم بالعدل وألا تبرم شيئا إلا بمشورتنا. يعني مش هتوقع على أي حاجة ضرايب دنيا إلا لما ترجع لنا. بالذات عمر مكرم قال لك لا، أنا لازم أتخلص منين؟ أتخلص من المماليك والزعامة الشعبية والعثمانيين، وأنا عايز مصر وابن مصر. أول حاجة احتك بيها المماليك، لقاهم جايين بيضربوا القاهرة والجيزة، تلاقيه يجري وراهم وفروا للصعيد. فجأة لقى حملة فريزر قائد إنجليزي جايله ليه؟ علشان يولي محمد بك الألفي زعيم المماليك. بس للأسف لما جه لقى مات من شهرين. ناس مش متابعة الأخبار ولا إيه؟ لما جه كان محمد علي ساعتها في الصعيد ومش مترجم إن في حملة. الحق يا أبو علي، فريزر جاي لك يا أبو علي من الإسكندرية. عمر مكرم راجل شجاع وقائد، طلع حماد ورشيد والرجالة حاربوا بضراوة، مسكوا فريزر كلوه العلقة، جري الإسكندرية، أسروا منه جنوده. محمد علي لما رجع من الصعيد دخل اسكندرية بس منتصر على إيه؟ على حرب وهو أصلا ما دخلهاش. طيب تعال أقول لك الكبيرة، لما طرد فريزر بالحملة بص كده لقى عمر مكرم الناس عمالة تهيص له وفرحانة بيه. قال لك لا، ده أنا لازم أخلص منه.
فاستغل محمد علي انخفاض منسوب نهر النيل، رفع ضرائب. محمد علي كان عارف اللي فيه انقسامات جوه الزعامه الشعبيه، لان هم شايفين ان عمر مكرم واخد مكانه كبيره عنهم، فعمالين يبثوا السم في العسل لمحمد علي لعمر مكرم. وبيني وبينك محمد علي عايز يخلص منه. هتقول لي ليه؟ عايز يخلص منه لان هو الشعب حبه قوي بعد ما رسم خطوط المقاومه ضد فريزر. قال لك يا عم انا هفرض ضرايب. والزعماء والعلماء محمد علي كان عامل فيهم حته حلوه، كان في حاجه اسمها ضريبه نصف الفائض. الملتزمين دول كانوا مثلا يجمعوا الضرايب 1000، يروحوا جايين مدين السلطان 500، يبقى 500 يدوا الولي اللي في مصر 250 وهم ياخدوا 250. محمد علي قال لهم واجب مني مش هاخد ال 250، بس ريحوا الشعب. العلماء بقى اللي هم الأعيان دول طمعوا وخدوا الضريبة كاملة، فهنا هيخلي شكلهم قدام الشعب ايه؟ هيطلع يقول لهم انا عافتهم من ضريبة نصف الفائض وانتوا خدتوها من الشعب. فمن هنا ايده بقت تقيلة. ايده بقت تقيلة اللي هو عزل عمر مكرم من نقابة الاشراف. عزله منين؟ من نقابة الاشراف. يا نهار ابيض، ده كده خلعه خالص. مش بس كده، ده نفل دمياط عشان ما يشوفش وشه تاني. الحمد لله محمد علي قال لك بس خلصت من الزعامة، نخش على المماليك. المماليك تعالوا. جاب لك المماليك قعدهم في القاهرة، خلاهم قدام عينه علشان ولا حد يعمل كده ولا كده، عشان هم ممكن ينقضوا على الحكم. محمد علي لا السلطان بعت له قال له يا ابو علي اطلع لي على الحجاز في ثورة وهابية هناك وعايزين يستقلوا عني يا ابو علي. هات يا ابو علي العيال دي وأدبها. ابو علي قال لك بس المماليك اول ما هيلاقوني طلعت والجيش بره الدنيا هتبوظ. ده بعمل ايه؟ خد يا واد يا توسن. توسن ده ابنه. قال له انت اللي هتطلع العركه دي. لموا رئيس الجيش، بس محمد علي بكل خباثه قال للمماليك انا عازمكم على احتفاليه كبيره. ابن توسن كبر ورايح حرب في الحجاز. فقال لك يا عم الحاج مشوا في ممر توسن اول واحد، والعثمانيين وجنود العثمانيين واخر ناس المماليك. اول ما طلعوا من البوابه، اول ما جيت دور على المماليك انزلوا قفلوا الباب، طلعوا على الاسوار، طلعوا على الصخور، تك 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 مذبحه القلعه. وهنا تخلص محمد علي من المماليك واحد واحد. في منهم اللي هرب وما قدرش عشان اصلا ما جاش الحفله، وفي منهم اللي جه الحفله وعمل مسبحه المماليك. لو انت بتفكر في مسبحه المماليك دي خيانه يا صاحبي، وحد الله ما بيننا وما بين الخيانه. اشوفكم في حدوته جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.